بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله روتين جديد كده مع بعض ان شاء الله، باذن الله هتستمتعوا بيه. وكمان هرد على اسئلتكم بخصوص الوحده اللي انا جبتها دي، اللي انا عملتها كوفي كورنر. ناس كتيره سالتني عليها منين وبكام، وانا قلت طبعا هي بكام، بس في ناس يعني لها اسئله كده معينه ان شاء الله هرد عليكم المره دي. طبعًا كنا الصبح وباخد بقى القهوة، هي دي طبعًا الunit اللي مش عارف اللي أول مرّة يتفرّج، دي الوحدة دي. سألتوني عليها كتير، إن شاء الله بإذن الله وإحنا في الفيديو كده هنجاوب مع بعض. بس طبعًا أتمنى كده بقى لو أول مرّة تشوفيني تدوسي لي كده على كلمة اشتراك وتشرّفيني وتنوّريني في القناة إن شاء الله بإذن الله تستفيدي معانا. طبعًا لقيت القهوة خلصانة كده، فضّيت شوية وباخلّي الباقي طبعًا في الكيس، إلا يعني بتبقى كتيرة يعني. ما حبيتش أفضّيها كلّها يعني في البرطمان. وكمان على فكرة اللبن أنا قلّلته جدًا، جدًا، جدًا في القهوة، يعني أنا باحط تقريبًا ريحة كده للبن يعني، لأ طبعًا عشان آخُد يعني الفايدة بتاعة القهوة. كان في حد كتب لي يعني إن التمر والسمسم مع بعض تمام ما فيش مشكلة. فأنا برضه إن شاء الله هاعمل search وأقول لكم يعني. حطيت بقى كده على ما القهوة اتعملت البسكوتات دي، كنت جايباها كده لبنتي من بالليل. طبعا أنا يعني أنا إيه يعني بقول البسكوت أرحم شوية من الشيبسي بصراحة، يعني الشيبسي ده يعني مش بحب إن هي تاكله كتير أو أجيبه لها كتير كل فين وفين كده. على ما نجيب شيبسي، لكن البسكوت أقول مش مشكلة يعني. هو طبعا ما هوش الفايدة الكاملة أو فيه فايدة خالص يعني، ولكن هو أرحم طبعا من الشيبسي. أنا جيت هنا بقى على البلكونة كنت عايزة أنضفها. الروتين النهاردة كده سهل وبسيط وخفيف وسريع ولكن ممتع جدًا، وإن شاء الله بإذن الله هتستفيدوا وهتتشجعوا يعني. خدت كده السور كده لمّعته طبعًا من التراب. هو يعني طبعًا بيتأثّر بالتراب بسرعة جدًا. فأنا قُلت بقى هالمّعه كده وبعد كده يعني هانضّف البلكونة كده برضه هالمّعها بالموب كده سريعًا. طبعًا إحنا عارفين إن إحنا هنبدأ يعني تنضيفات العيد وكده، التنضيفات العميقة، فأنا مش تنضيفات عميقة ولا حاجة. يعني طبعًا إن شاء الله يعني أسبوع كده والّا حاجة وهننضّف بقى المساعدة اللي بتيجي يعني تيجي هنعمل الشقة كده في يوم طبعًا. ولكن طبعًا مش هاسيب التراب بقى لحد ما ييجي التنضيفات العميقة، لأ برضه إيدينا زي ما باقول دايمًا، دايمًا إيدينا في البيت يعني. حتى لو تنضيف سريع كده بس علشان دايمًا بيتِك هيبقى سهل في التنضيف عليكِ، يعني أنتِ هتحسيه سهل في التنضيف عليكِ، طول ما إيدِك في البيت على طول. المهم كده خدت بقى يعني عملت البلكونة كده لمّعتها آآ سريعًا كده، وطبعًا الجو في اليوم ده كان حَر على فكرة جدًا يعني. أنا طبعًا مش بانزّل لكم فيديوهات كتيرة الأيام دي، أنتم عارفين بقى امتحانات والكلام ده ومشغولين شوية في الامتحانات، وأنا عارفة إن أنتم كمان مشغولين يعني. فيعني مش بانزّل فيديوهات كتيرة أوي، فقُلت بالراحة كده الأيام دي في الفيديوهات علشان الامتحانات وكده، ربنا يا رب ينجّحهم ويوفقهم بإذن الله ويفرّحنا بيهم وينجّح الثانوية العامة يا رب، اللهم آمين يا رب. دخلت بقى كده على الreception. برضه هادّي له تلميع، يعني هالمّع كل حاجة، الترابيزات وكل حاجة هتشوفوا مع بعض كده في ثانية يعني. الحمد لله إن شاء الله بإذن الله يعني البيت بتاعِك يبقى زي الفل، خطوات بسيطة جدًا زي ما بنقول دايمًا يعني، حتى تتشجعوا كده يعني. أنا عملت بقى تنضيف حلو للبلكونة، لمّعتها وعملتها بالموب بقت زي الفل.
انتوا عارفين تلميع الحاجات اصلا، القطع اللي محطوطة سواء بقى فازة بونبونيرة اي تحفة انتوا حاطينها، تلميعها صدقوني ده بيدي برضو يعني مظهر عام للبيت كده ان هو الدنيا نظيفة معاكي. فكون انك انتي هتلمعي القطع الديكور اللي محطوطة عندك ده برضو هيدي ايحاء كده ان الدنيا نظيفة، ويعني الشكل العام تبقى الدنيا نظيفة عندك وزي الفل. هو انا لمعت كل حاجة يعني طبعا الترابيزات كلها وكل حاجة محطوطة، بس ما صورتش طبعا كل حاجة عشان ايه، الفيديو بس ما يبقاش طويل وتملوا يعني. طيب بالنسبة لليونت اللي هي اللي انا جبتها دي البيضة دي كتير سألتوني عليها. اولا هي منين؟ انا قلت ان هي صفحة على الانستجرام ظهرت لي كده، هي اسمها سنبلة، هي اسمها كده، هتكتبوا هتعملوا سيرش عنها هتلاقوا هتظهر لكم بإذن الله يعني. هي عندها قطع أساس زي كده حاجات، وعندها حاجات تانية كتير. بالنسبة بقى في حد بيقول لي إن هي كانت شايفة يعني واحدة زي دي 5 أدراج برضو كانت ب1450، فبتقول لي يعني اللي انتي جايباها تعتبر أرخص، اللي أنا جايباها دي ب1100. فهي بتقول لي هي خشب زان ولا إيه، علشان اللي كانت جايباه يعني اللي هي شافتها هم قالوا لها إن هي خشب زان. طبعا هي مش خشب زان. آه، وكمان اعتقد ان اللي انت شفتيها ب1450، اعتقد الله اعلم انا طبعا يعني مش متأكدة، بس على حد علم الاسعار الايام دي والدنيا دي ما اعتقدش ان هي خشب زي ممكن تكون بي دي اف، والبي دي اف مش وحش برضو، حلوة كويسة. انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان هي الماتيريال بتاعتها مش قد كده، مش الخشب يعني الخشب تمام، بس الدهان. عايزة اجيب عارفين اللي هو الورنيش اللي هو اسمه ورنيش، بصراحة مش عارفة اسمه ورنيش ولا ايه، بس اللي هو الشفاف ده اديها طبقة حماية عشان هي مش ناعمة. فلو في اي حاجة جت عليها هتتأثر، حتى انا لسه سايبة التغليفة بتاعتها عليها علشان لو حاجة وقعت عليها مش هينفع تتنضف. فانا زي ما بقول لكم كده انا عايزة اجيب لها اللي هو الورنيش دوت عشان اديها تغليف، يعني هو خشب بس خفيف، يعني مش خشب السمك بتاعه سميك يعني. السمك بتاعها رقيق. بالنسبة للأدراج ما فيهاش اللي هي الجرايات دي اللي تخليكي تفتحي وتقفلي بسهولة يعني، كمان عشان أكون صريحة معاكم، لا برضو أنا اتفاجئت يعني إن هي ما فيهاش الجرايات دي، هي عادية زي بتاعة زمان كده الأدراج بتاعة زمان. بس أنا كنت ما أنا يعني أنا أجبرت على دي عشان كمان هي عرضها 40 سنتي، فأنا كنت دي المساحة اللي تناسبني، يعني أنا كنت هجيب مثلا كوفي كورنر اللي هو الصغير ده، بس كان عريض عن المساحة اللي عندي. حتى هو معرفش برضو الخامة عندهم ايه في الكوفي كورنر، بس عندهم حاجات كتيرة جدا. طبعًا هي كانت ب1100 فهي تمام، يعني هي بالنسبة ليّا شغالة تمام، يعني مقضية الغرض عندي، وشكل المطبخ طبعًا بس الخشب يعني تمام، بس الفكرة إن هو مش ناعم، الدهان بتاعه مش ناعم كده كويس إن هو يعني إن أنا أنضفه بسهولة، فأنا هاجيب له بقى اللي هو الورنيش اللي شفاف ده هادّي له طبقة كده إن شاء الله بإذن الله يعني. زي ما أنتم بقى شُفتوا كده أنا جِبت بقى ممسحة البخار كده. ممسحة البخار لمّا باشغّلها بالاقي نَفْسي يعني عارفين بتسحبني كده، سهولة بقى يعني ما شاء الله اللهم بارك، سهولة بقى إن أنتِ تدخلي تنضّفي كل حاجة، خدت بقى الreception بالطرقة يعني بكُلّه. زي ما أنتم شايفين كده. كمان هي عشان تعقيم فكانت يعني بابقى مبسوطة جدًا بيها لمّا بانضّف بيها عند باب الشقة تعقيم بقى اللي أنتم عارفين اللي داخل أعزكم الله بالشوزات والحاجات دي، فإن هي بتعقّم المكان ده. بابقى مبسوطة جدًا يعني إن هي كمان تعقيم يعني. قفلت بقى الستاير كده وهاطفّي النور، وكمان أنا لمّا باحط اللي هو المنظف بتاع بصراحة فريدة ده، وأنا بانضّف الأرضية كده بيبقى مع البخار طالع ريحته تحفة، فمش باحط يعني بعد ما باخلّص ولا باولّع بخور ولا بارُش مُعطِّر، بصراحة بالاقي الدنيا هي متعطّرة كده مع البخار بتاع جهاز البخار والمنظف ده، بالاقي الدنيا في البيت بصراحة ريحتها رائعة.
يا رب أكون جاوبت كده كل الإجابات اللي انتوا عايزينها بخصوص الوحدة اللي احنا جبناها دي اللي هي الخمس أدراج، ولو في أي حد عنده أي سؤال تاني برضو يكتب لي وهجاوب عليه. ندخل بقى نكمل النشاط بتاعنا كده. دخلت على أوضة البنات، بناتي الصغيرين، دخلت كده قلت أنضف لهم الأوضة بتاعتهم. كانت بنت ساعتها في الامتحان، قلت أخلص يعني برضو على طول كده قبل ما تيجي، بيبقوا جايين يعني بتبقى جاية تعبانة طبعا. أنا لمّعت بقى كل حاجة برضه، الترابيزات يعني الكومودينو والتسريحة والسراير وكل حاجة لمّعتها. وبعد كده جِبت بقى المكنسة كنست الأرض كده، شفطت كل حاجة. وبعد كده جِبت برضه ممسحة البخار كده، ونضّفت الأرضية كده زي ما أنتم شايفين، ونفرش بقى فرش نضيف. كانت الأوضة زي الفل. يعني عايزة أقول لكم، باقول لكم هو روتين سهل وسريع بس كُلّه نشاط بصراحة، وأنجزت فيه. يعني أنجزت هنا الأوضة نضّفتها، يعتبر تنضيف حلو جدًا. وبرضه الreception برضه تنضيف برّه حلو. وعايزة أقول لكم من بعد ما يعني لمّا اليوم اللي بامسح فيه بمسحة البخار ده، بافضل كذا يوم بصراحة الأرض اللهم بارك مش محتاجة تنضيف تاني، صراحة يعني بافضل عليها كذا يوم المسحة دي. يا رب كده تكونوا اتشجعتوا من الفيديو كده وخدتوا طاقة إيجابية. باشكركم جدًا والله على الكلام الجميل اللي بتكتبوه، اللي بياخد طاقة إيجابية وبتقولي لي اتنشطنا، واللي بيقول لي إحنا ارتحنا لصوتِك. حبايبي ربنا يسعدكم ويريحكم يا رب. والله ما عارفة أقول لكم إيه على كلامكم الجميل ده. خلصت كده الأوضة هنا. في سؤال بقى جالي بخصوص الشاور بتاع الحمام. هي بتقول لي هو رخام والّا سيراميك؟ أنا بصراحة يعني عايزة برضه يعني يا ريت تكتبي لي أنتِ تقصدي الأرضيات والحوائط. لو الأرضيات والحوائط هم سيراميك بس هم شكل الرخام. تمام. لو في أنتِ بقى حاجة تانية بتسألي عليها يا ريت تكتبي لي في الكومنت توضحي أكتر، عشان هي كاتبة لي الشاور مش في حاجة كاتباها كده، حاجة في الشاور أنا مش عارفة هي إيه. بتقول لي سيراميك والّا رخام. لو بتسألي على الحوائط والأرضيات هو سيراميك بس شكل الرخام يعني. برضه خلصت أوضة البنات بقى كده، وقفلت وضلمت وحطيت كده دورة في الغسالة. بصوا انا هنا هعمل شاي اخضر، هاخد بريك كده. وطبعا انا مش بحطه يعني بالباكتس بتاعه كده. انا بفضيه بصراحة، يعني سواء انا هعمل واحد او اتنين او اي حاجة، بفتحه وبفضيه كده بقى في البراد وبس كده.
خدت البريك بتاعي بقى كده. عملت الشاي الأخضر وقعدت شربته كده، وطبعا يعني بعمل بزيادة في البراد عشان برضو أوقات البنات يعني بيحبوا ياخدوا منه كده، بنحبه يعني. خلصت بقى وشربت كده وخلتهم غسلتهم على طول ورجعتهم مكانهم، وقلت اعمل الغدا. انا ليه بفضي الشاي الاخضر كده من الباكتس بتاعته؟ عشان طبعا هي غلط ان احنا نحطها في ميه سخنه مغليه الباكتس دي. غلط لاي مشروبات، اي بقى مشروبات. على فكره انا ما بحبش يعني حتى اليانسون والحاجات دي ما بحبهاش اصلا، يعني ما بحبش طعمها في الباكتس، بحسها يعني خفيفه جدا ما فيش طعم. انا من النوع اللي بيحب الحاجات دي الاعشاب دي سايبه، يعني بتبقى حلوه احلى بكتير. لكن طبعا هو الشاي الاخضر بيجي باكتس كده، فانا بفتحه وبحطه في الميه المغليه واغطي عليه عشان تستفيدي من اي مشروب اعشاب بتعمليه. طبعا تغطي عليه كده بتاع ايه، 5 دقايق ولا حاجه. وطبعا لما بنحطه بقى في البراد كده كده بتغطي، فبيبقى تمام الدنيا تمام كده. جيت بقى بعد كده هعمل الغدا، يعني مش هعمل الوصفة كاملة معاكم سريعا كده، احنا بناخد بس مقاطع سريعة. كنت هعمل مسقعة باللحمة المفرومة، وهعمل كوسة بالبشاميل. كانت بنتي عايزة كوسة وهم قالوا عايزين مسقعة. اصلا برضو يعني حتى انا ما كنتش عايزة بنتي دي تاكل مسقعة، علشان هي الحاجات بس المقالي والكلام ده مش كويس ليها يعني. خدتها بقى كده، غسلت البتنجان كويس وما بقشروش كامل، لا بقشر زي ما انتوا شفتوا كده شرايح شرايح، علشان استفيد برضو من القشره، برضو بيبقى فيها فايده. وحطيت عليه ملح عشان ما يشربش زيت كتير، وبحطه في مصفى كده وتحت منه حاجه علشان يصفي الميه دي اللي هي عشان ما يشربش زيت كتير. وكمان بطلعه على مصفى زي ما انتوا شايفين كده. اي حاجه مقليه ما بطلعهاش برضو على مناديل، قلت الكلام ده كتير بس طبعا عشان اخواتنا وحبايبنا اللي اول مره يبقوا معانا في القناه وكده يسمعوا برضو ويستفيدوا. اي حاجات مقلية يفضل ان احنا ما نطلعهاش على المناديل اللي هي بتاعة المطبخ، عشان صحيا مش حلوة. وكمان مش هتبقى الحاجة مقرمشة معاكي، عشان هتبقى مقرمشة سواء بقى عاملة بطاطس اي حاجة، طلعيها في مصفى كده وحطي تحت منها حاجة. الحاجة بقى اللي انتي بتقليها هتبقى مقرمشة معاكي. قطعت بقى الكوسة كده وانا مولعة على البتنجان، وكنت كمان حاطة الصلصة بتاعة المسقعة على العين اللي هناك دي زي ما انتوا شايفين كده الحلة. وحطيت كده الكوسة برضو مش هقليها في الزيت عشان يعني اعملها بطريقة صحية اكتر. انا بحط معلقتين زيت كده في الطاسة، وبعدين بحط عليهم الكوسة وبفضل اقلب فيهم كده، يعني ياخدوا تشويحة بسيطة كده. بس كده طبعا بتبقى صحية وخفيفة احسن من يعني ما نقليها في الزيت طبعا يعني. وعملت بقى البشاميل كمان برضو عادي، يعني بشاميل عادي، دقيق واللبن، وكمان اللحمة كنت عصقتها. وهاطبّق بقى صينية البشاميل كده سريعًا، يعني الأكل ما خدش حاجة بصراحة الحمد لله يعني. اللحمة دي عايزة أقول لكم أقل من نُص كيلو فعلًا، وعمل لي صينية البشاميل دي الكوسة، وعمل لي كمان المسقعة. اللحمة المفرومة يعني كمان إحنا بنحط لها مثلًا البصل والطماطم والحاجات دي بتكترها، وفي نفس الوقت مجرد بس ما حطيتِ حاجة بسيطة في الوصفة بتاعتِك هي خلاص بتنتشر الطعم بتاع اللحمة بينتشر في الوصفة. طلعت كده كمان الكوسة بالمعلقة اللي هي المخرمة دي علشان برضو ما تشيلش الزيت بتاع الكوسة وكده. مش هحط كمان حتى معلقتين الزيت اللي انا شوحتهم فيها، مش هحطهم يعني. هحط كده طبقة بقى لحمة بعد ما حطيت الكوسة والبشاميل، وبعد كده هحط بقية الكوسة وهحط البشاميل. خفيفة وجميلة جدا. كأنها كده بالمعلقة. انا كمان بحب الكوسة بالبشاميل، يعني بحبها جدا، انا بحب الكوسة. بناتي الكبار مش بيحبوها، فعشان كده كلتها انا وبنتي دي، وكانت جميلة جدًا ما شاء الله يعني، كلناها بالمعلقة كده. وبقية اللحمة برضه هاحطها بقى إيه للمسقعة. هاحطها كده المسقعة، وحطيت بقى صينية الكوسة كده في الفرن طبعًا هتستوي، وهنحمّرها تحت الشواية كده. وكده بقى الأكل كان اتعمل معانا والحمد لله. يا رب كده الروتين يكون عجبكم وتكونوا اتشجعتم. روتين يعني برضه تشجيعي كده شوية. الأكل هُم بيحبوها كده بقى، يعني بيحبوا البتنجان دايب كده مع المسقعة، يعني يكون البتنجان دايب كده مع اللحمة. وصينية البشاميل اللي كانت في الفرن بقى وشها بيحمر كده. وده كان روتين النهاردة ويوم النهاردة، يا رب يكون عجبكم. إن شاء الله بإذن الله كده يعني
أكون باقدّم لكم حاجة مفيدة وتكونوا بتستفيدوا، يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم. بعد بقى ما خلّصت أهم نقطة حابة أوصّلها لكم، إن إحنا بعد ما بنخلّص الغدا يكون مطبخنا نضيف ورايق تمامًا جدًا، جدًا، علشان مش بعد ما تتغدي خلاص بقى بتبقي عايزة تريّحي بعد تعب طول اليوم، فمش تلاقيه بقى مكركب ومليان مواعين ومليان كركبة، لأ، يعني أنا هنا حطيت الحاجة اللي هتدخل في غسالة الأطباق حطيتها، الحاجة اللي هتتغسل على إيديّا غسلتها، ولو ما عنديش غسالة أطباق أكيد هاغسلهم برضه على إيديّا على طول كده. كان في حد طلب منّي review عن غسالة الأطباق، إن شاء الله بإذن الله حاضر هاعمله. وبس كده، ده كان روتين النهارده، أقول لكم مع السلامة، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة بإذن الله، مع السلامة.